سلامات. حبيت راجل متجوز وما كانش قصدي اخرب اي بيت. بحب راجل متجوز وبطل يرد على اتصالاتي وهتجنن. حبيت راجل متجوز واثق في نفسه وعاقل مختلف عن كل الرجالة، بيحسسني بأنوثتي وثقتي في نفسي، رجعلي نفسي. حبيت راجل متجوز وعايز يتجوزني ومش قادرة اخد القرار ده. خايفة اتجوز من راجل متجوز، اهلي مش راضيين اتجوز راجل متجوز. انا على علاقة براجل متجوز وعارفة انه بيستغلني ومش عارفة اطلع من العلاقة دي. الراجل المتجوز ومشكلة الراجل اللي متجوز، ما تفتكروش ان الاكلاشيهات اللي بيقولوها الرجالة المتجوزة بطلوا الستات يصدقوها. 90% من الستات اللي بيتعرضوا لرجالة متجوزين بيصدقوهم وبيقعوا في فخ الرجالة المتجوزين. ممكن تكون صاحبتك الانتيم على علاقة براجل متجوز ومش قادرة تصالحك. ممكن يكون اختك اللي نايمة في الأوضة جوه على علاقة براجل متجوز ووقعت في فخ ومش عارفة تتصرف. ممكن تكون زميلتك في الشغل، الست المحترمة اللي انت بتشوفيها في الشغل، وقعت في الفخ ده ومش عارفة تعمل ايه. ولأهمية الفيديو ده انا بستأذنكم انكم تشيروه، علشان اي ست وقعت في الفخ ده او هي فيه دلوقتي او ممكن تقع فيه تنتبه وتخلي بالها. عملوا دراسة على 500 راجل متجوز، ايه الاسباب اللي بتخليهم يفكروا يتجوزوا تاني. لقوا 4 اسباب مشتركة بين ال 500 واحد دول بتخليهم يتجوزوا تاني. من الاسباب دي اهمال الزوجة وعدم حصول الراجل على احتياجاته الزوجية. تاني سبب لقوا ان الراجل معاه فلوس وعايز يمتع نفسه وعنده قوة جسدية ومالية، وليه لأ. تالت سبب عصبية الزوجة وزعيقها طول الليل والنهار، يعني الست النكدية من الآخر. رابع سبب إن الست تكون عيانة أو ما بتخلفش أو تكون اتغيرت بعد الجواز، يعني تخنت مثلا. فدي الأسباب المشتركة اللي لقوها في الدراسة اللي بحثت 500 واحد متجوز. الرجالة بقى أنواع زي ما الستات أنواع الرجالة كتيرة قوي. هقول لكم كده منهم شوية أنواع. راجل داخل على جواز طول الوقت بيكلمك عن الستيب اللي جاية، قولي لأهلك احنا هنتجوز امتى، هقابل مامتك امتى، وبتبقى المشكلة عندك ان انت تاخدي قرار الجواز وتبقي موافقة على الوضع ده وتقبلي ان انت تعيشي في صراعات بقية حياتك. الكورة في ملعبك وانت اللي هتاخدي القرار، لكن هو داخل سليم واضح عايز يتجوز. النوع التاني من الرجالة الراجل اللولبي. الراجل ده بقى يا ستي تلاقيه ملتزم تجاه مراته وبيته وعيلته، وملتزم تجاهك واخد باله منك ومن طلباتك ومن احتياجاتك النفسية وفهمك وعارف كل ثغراتك. تلاقيه بيعمل أعمال خير، بيصلي، وفي نفس الوقت ملوش في الجواز. هو عمره ما هيتجوزك، وطول الوقت بيشتكي لك من مراته في البيت وإن هو مش مرتاح معاها، إن هو منفصل هو وياها. الراجل ده أخطر راجل، لأنه هيفضل وراكي وعنده صبر لا ينتهي في إن هو يوصل لك وتفضلي تحت إيديه، لكن في النهاية أنت مش هتوصلي لحاجة. تالت نوع من أنواع الرجالة هو الراجل الصادق. هو فعلا عنده مشاكل مع مراته وفعلا مش مرتاح معاها وفعلا ممكن يكونوا منفصلين، لكن في النهاية هو أجبن بكتير قوي من إن هو ياخد القرار ويدمر حياته وبيته. بيته وحياته دول كيان هو اللي بيحافظ عليهم، عمره ما هيدمرهم. مش هيقدر يروح يواجه مراته ويقول لها ان انا هتجوز، مش هيقدر يروح يواجه اهله ويقول لهم ان انا بحب او على علاقة بست تانية، مش هيقدر ياخد الخطوة دي. هو طول الوقت هيفضل يشتكي لك ويتحجج لك ومش دلوقتي والظروف مش مناسبة وادينا فرصة، والفرصة دي عمرها ما هتيجي، وهتفضلي تضيعي وقتك سنة ورا سنة ورا سنة. أنا ممكن أقتنع بالظروف دي شهر شهرين 3 لحد ما يدبر أموره يعرف يلاقي الوقت المناسب، لكن سنين بتمر من عمرك وانت قاعدة مستنياه لما ياخد القرار. هو أجبن بكتير من إن هو ياخد قرار زي ده. وبعدين هو كان المفروض يحل مشاكله الأول وبعدين يجيلك، مادامه مش مرتاح ولا تعبان ولا كده. محلش مشكلته ليه؟ سواء بالانفصال عن مراته فعلا يعني بالطلاق، أو إن هو يواجهها ويتجوزك. الراجل ده ما ينفعكيش. حاولي تهربي،
اهربي. رابع نوع من الرجالة دي زير النساء. هو طول الوقت عايز يعرف واحدة، وبعد كده يعرف التانية، وبعد كده يعرف التالتة، وكل همه هو معرفة الستات. ده مريض، ملناش دعوة بيه. أول ما يجيلك اهربي. عمرك ما هتكوني الواحدة الوحيدة في حياته. هيبقى متجوز وبيعرفك وبيعرف سوسو توتو ميمي وخمسة ستة مع بعض. هو شخصيته كده، لا هيتغير ولا انتي سوبر هيرو اللي هتغيريه. هو ما بيتغيرش. اهربي. النوع كمان مش عارفة هو الرابع بقى ولا الخامس، الراجل اللي زهق من الروتين في البيت. متجوز من زمان وزهق، عايز يجدد بقى، عايز حد يقول له كلام جديد، عايز هو يقول كلام جديد، عايز يخرج خروجة جديدة، عايز يشوف حاجات جديدة. هو زهقان وبيتسلى. راجل تاني بقى اللي هي أزمة منتصف العمر، عايز يحس انه مطلوب، مرغوب، مهم، عايز حد يهتم بيه، عايز يحس ان هو لسه عايش. انت بقى هتقومي بالوظيفه دي في حياته، ان انت تحسسيه ان هو موجود ومهم ومحبوب ومرغوب. تحبي وتقبلي ان انت تأدي الوظيفه دي بس، اوكي، اتكلي على الله. لكن جواز ما بيتجوزش وحب ما بيحبش. الراجل بقى النوع الاخير معايا اللي هتكلم عليه، ده راجل عايز منك حاجه معينه، هيديكي حب وحنان واهتمام وخروجات وهدايا، هيخليكي طايرة فوق السحاب عشان ياخد منك تنازلات. والله تنازلتي وهو انبسط معاكي، اديكوا مع بعض الى ان يشاء الله ويزهق منك. ما تنازلتيش وطلعتي ست محترمة وقلتي له لا نتجوز، لا ما ينفعش، هيطلع من الموضوع بشياكة كده ويقولك انت تستحقي احسن مني وظروفي ما تسمحش، وباي باي. هو محدد، مش عايز يضيع وقته لأن وقته غالي عليه، هو عايز يوصل لحاجة معينة. نصيحة بقى لكل بنت، ما تتنازليش مع راجل متجوز. لو اتنازلتي مع راجل متجوز وانت في نيتك الجواز، مش هتشوفي الجواز بعينيكي. محدش ناقص بلاوي. إذا كان الخالي الراجل اللي مش متجوز أصلا خايف من المسؤولية والجواز، عايزة راجل متجوز عايش المسؤولية والالتزامات وعنده ست في البيت وتعبان وزهقان من عيشته عشانه متجوز، يتجوز تاني؟ هو عمره ما هيتجوز تاني. وبتكوني انت بالنسبة له، عارفة في مصر بياكلوا كشري، فبيبقى طبق كشري كبير كده بياكلوا الواحد ويخلص. لو حس ان هو يعني لسه في نفس ممكن ياكل كمان معلقتين، بيطلب كمالة. انت الكمالة دي التفاصيل، يعني هو ممكن يكتفي بالطبق اللي اكله وخلاص ويقوم، لكن هو بقى بيكون طفس شوية زيادة فعايز المعلقتين الزيادة دي. انت بتكوني المعلقتين الزيادة، الكمالة، لان هو حياته اوريدي كاملة، عنده زوجة واستقرار وعيلة وكيان. هو عمره ما هيجي جنبهم، ما يقدرش يجي جنبهم، في عوامل كتير حواليه متحكمة فيه وحكماه انه لازم يحافظ على الكيان ده. وعمره ما هيسيب ولاده ومراته اللي هي ام ولاده علشانك انت اللي جيتي امبارح. وتأكدي ان غالبا او بنسبة 95% مش هتكوني انت الوحيدة اللي في حياة الراجل المتجوز. ضروري بيعرفك وبيعرف معاكي 2 3 كمان او اكتر، الله اعلم بقى حسب قدراته، ونفس اللي بيقوله لك بيقوله لهم. في راجل تاني بقى بيتسلى، وقت ما يكون فاضي اهو بيتسلى، مش فاضي اهو بيهرب ويختفي. ما تحطيش نفسك في الموقف ده، انت تستاهلي احسن بكتير من كده. هكلمكم بقى على انواع الستات. الستات بقى يا ستي، ست بتكون هي خطتها انها توصل للراجل ده. ليه بقى؟ يكون راجل غني، هي عايزة تتجوز، حبته، فبتعمل خطة وتفضل وراه لحد ما توصل. أو ست بتحس بالانتصار لما تاخد راجل مع ست تانية، ست مريضة هي شخصيتها كده، هتحس بالانتصار والنصر وإنها ست وحققت اللي هي عايزاه لما تاخد راجل من عند من ست تانية. وفي بقى الست اللي هي لا بيها ولا عليها وقاعدة في حالها وما كانش في نيتها لا تخرب بيت ولا تعرف راجل متجوز، وفضل الراجل ده يلف عليها وحواليها لحد ما وقعها في الفخ. وهي دي اللي أنا بتكلم عليها. ما تقعيش في الفخ، اهربي.
ممكن تكوني ما تعرفيش ان هو متجوز. في بنات كتيره بيجوا يقولوا لي انا ما كنتش اعرف ان هو متجوز، انا اتفاجئت ان هو متجوز، ما قاليش ان هو متجوز من الاول. انا ما كانش في نيتي ابدا ان انا اعمل التجربه دي ولا اخوض التجربه دي. اديكي عرفتي ان هو متجوز. حتى لو اتجوزك، حتى لو ابتديتي معاه علاقه ما بني على باطل فهو باطل. انت بتبتدي حياتك على انقاض حياه تانيين، ناس تانيين هيتعبوا ويتألموا وهيتعذبوا بسبب وجودك في الحياة دي. بيت تاني هيتخرب، عيال هيتضايقوا وهيتشردوا، زوجة يمكن ما تقبلش بالوضع ده. ما تبنيش حياتك على أنقاض حياة تانيين، حياة ناس تانيين. ابتدي حياتك صح مع واحد بيحبك، بيفكر فيكي انتي بس، انتي وبس اللي في حياته، انتي وبس اللي معاه. افرحي انتي وياه وابنوا حياتكم مع بعض من الأول. تستاهلي كل حاجة حلوة مهما كنتي بنت أو مطلقة أو أرملة. ليه ترتبطي براجل مفيش في حياته مساحة علشانك؟ هتبقي كمالة حبة قد كده اهو لما يبقى فاضي. ده إذا فاضي، لأنه اوريدي مش فاضي. هو عنده حاجات كتير قوي في حياته، عنده حياة كاملة قبلك، وعمره ما هيهد الحياة دي علشانك. ولو هدها علشانك هيفضل حاسس بالذنب وتأنيب الضمير، وبعد شوية هتتحولي انت لنفس الست الأولانية، لأنك اوريدي هيبقى ملتزم ناحيتك وعنده مسؤوليات ناحيتك، وهو مش عايز المسؤوليات دي وهرب من الحياة الأولانية عشان المسؤوليات دي. اهربي، اهربي واوعي تقعي في فخ الراجل المتجوز. وانتبهي ان ملهاش إعادة، وحياتك غالية ووقتك غالي، ما تضيعهوش مع راجل متجوز. وانتبهي ان ملهاش إعادة، وخلي السعادة تبقى عادة. سلام.